إذا تنشكروا مغرب المواطنة على الزيارة اللي قام بها الملعب احتضان البطولة الوطنية للرياضة المدرسية في كرة اليد إناث اللي كتحتضنها مديرية إفران أيام 11 و12 13 و14 من شهر ماي الجاري. في هذه الاستعدادات هذه اللجنة التنظيم المحلي قامت بزيارة تفقدية للوقوف على مدى الاستعدادات لكي تجرى هذه البطولة في الظروف الطبيعية ديالها وبالظروف الجيدة. وبعد وقوفنا عليها تعتقد بأنها الشروط العامة لاحتضان هذه البطولة أو المنافسات الأولى للبطولة راها في أتم الاستعداد والجاهزية. وتنرحبوا بالوفود المشاركة من كل جهات المغرب. مرحبا بهم بمديرية إفران، المدينة الخلابة، المدينة الجميلة بكل صفاتها، لا الطبيعية منها ولا البشرية ولا التراثية. وأتمنى حظا جيدا لكل الفرق المشاركة من الإناث. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بدوري أشكر منبر مغرب المواطنة على المواكبة الدائمة والمستمرة والمبدعة في الحقيقة لجميع التظاهرات في البطولات الوطنية المدرسية، وحنا بصدد الإعداد لتنظيم البطولة الوطنية المدرسية لكرة اليد إناث بمديرية إفران. دونك بدوري أشكر جميع الإخوان أعضاء لجنة التنظيم المحلي، الإخوان أعضاء الفرع الجهوي، وبطبيعة الحال الشكر موصول للإخوان ديال مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية، الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية اللي كتواكب هذه الاستعدادات. وكما قال الأخ والزميل ديالي سي الرحماني، حنا كنوقفوا دابا على آخر الاستعدادات من أجل انطلاقة البطولة غدا إن شاء الله، وكنتمناو يعني السلامة للجميع في طريق يعني الوصول إلى إفران من أجل المشاركة، والتوفيق والنجاح للتظاهرة. والشكر دائما موصول للمنابر الإعلامية للتغطية ديالها والمواكبة ديالها، وحظ موفق للجميع وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله سلامة، أستاذ مادة التربية البدنية والرياضية، المديرية الإقليمية إفران، عن اللجنة التنظيمية الخاصة بتنظيم البطولة الوطنية لكرة اليد اللي غادي تحتضنها المديرية الإقليمية إفران والمديرية الإقليمية صفرو. فاحنا الآن في الاستعدادات لتوضيب الملاعب، الاستعدادات للبطولة. في نفس الوقت ترحبوا بجميع الضيوف الكرام بجميع الجهات المملكه، ونتمناو ان هذه البطوله هذه تدوز في واحد الاجواء رياضيه وواحد الروح رياضيه عاليه. ومرحبا بجميع الضيوف من جميع ربوع المملكه. وشكرا للتغطيه الصحفيه الاستاذه المتميزه إلهام بالله، ومرحبا بكم وشكرا.